صوته راح وتمنع من الغناء. أصعب الأيام في حياة محرم فؤاد. في فترة من الفترات عانى محرم فؤاد من حشرجة في صوته وبقى مش قادر يغني، وبعد فترة ما بقاش قادر يتنفس، فراح لدكتور ورا دكتور ومحدش قدر يعرف هو عنده إيه بالظبط. في الفترة ده كان محرم مرتبط بحفلة في الجزائر وكان عايش على أمل إنه يخف ويلحقها، لكن في يوم الحفل اكتشف إنه مش قادر يغنى وطلب من فريد شوقي أنه يعتذر للجمهور عن ظهوره، لكن فريد قال: اطلع أنت كلمهم. وطلع محرم وبكي بمرارة قصاد تحية الحضور، وانسحب من المسرح بمساعدة فريد وهو بيبكي بحرارة زي ما قال. نزل محرم من المسرح وراح للدكتور عبد الوهاب حسن الطبيب الخاص بالرئيس بن بيلة، وبعد الكشف قال: حبل صوتك الأيمن مصاب بالشلل ولازم تروح باريس تعمل جراحة هناك. وقتها بدأت الأوهام بتسيطر على محرم وإنه ممكن صوته يروح بلا رجعة. تاني يوم قابل في الجزائر يوسف وهبي وعرف منه إنه مريض هو كمان، ورياح جنيف يتعالج، وانصحه بإنه يروح جنيف بدل باريس. فسمع محرم بالنصيحة وراح جنيف، وهناك حاول يتصل بالدكتور الفرنسي اللي نصحه به طبيب الرئيس الجزائري، لكن لاقاه في إجازة. فاتصل بدكتور سويسري اسمه أمودروز، فقال له إن نسب الشفاء ضئيلة جدا، ومع ذلك أنا هعالجك بس على شرط أنك تتبع النظام اللي هقول لك عليه، والآن مفيش قدامه بديل. اتبع محرم النظام الصارم اللي حطه الدكتور في الأكل والشرب والنوم والكلام ده، غير الحقنة وجلسات الكهرباء. فضل محرم شهرين بيعاني ومع ذلك ما حصلش أي تحسن، وهنا رجعت الهواجس تاني تسيطر على عقل محرم، وإنه طالما دكاترة سويسرا مش عارفين يعالجوه يبقى مرضه خطير وملوش علاج. لكن بعد فترة تخلص من الهواجس دي وبدأ يلف تاني على الدكاترة لحد ما وصل لدكتور قاله إن سبب البحة والحشرجة راجع للنزلة الشعبية الحادة اللي اتصاب بيها في القاهرة من شهرين، وبناء عليه بعته لدكتور متخصص هو نفسه اللي عالج بابا الفاتيكان والملك إدريس السنوسي. راح محرم للدكتور وبعد الكشف لقاه ماسك حاجة طويلة كده وقال له: دي هندخلها من بقك لحد الرئة. وهنا أغمى على محرم فؤاد، فخدروه ولفوا حوالين عينيه شريط اسود، وبعد كام ساعة كان في العمليات بيعمل عملية نسبة نجاحها قليلة جدا. عدت العملية على خير وفاق محرم من البنج، لقى الدكتور مبتسم ويقوله: لقد نجحت والحمد لله. وبعدها شرح له تفاصيل الحالة وقاله: فكل رئة غضروف يتصل بعضلة فوقه ثم بعرق فوق العضلة وأخيرا بحبل الصوت، وفارئتك اليمنى أصيب الغضروف بالتهاب وأثر هذا في حبل صوتك فلم يؤدي عمله بالشكل المطلوب، والآن عليك الراحة 3 شهور دون غناء و6 أسابيع بدون كلام.